مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك في الدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور أحمد حاج إبراهيم، اختصاصي بالأمراض العصبية. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. دكتور أحمد، مساء الخير. النور، اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور. وسهلا. شكرا يعني تخصيص وقتك لنا لحتى نستفيد ونفيد المستمعين والمشاهدين. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429-101 فيكم تنضموا لنا وتأغنوا لقائنا. أكيد رح يكون موضوعنا لليوم موضوع من أحد المواضيع الأمراض العصبية المهمة. زملائي بالكنترول مروان وشيرين بشكرهم على خدمتهم وعملهم. مثل ما ذكرنا أيضا الأرقام واضحة على الشاشة للي حابين ينضموا لنا عبر تعليق. أيضا كمان رح نجاوب على أسئلتكم. اليوم هيك اخترنا موضوع اللي هو النزف الدماغي، يسمى كمصطلح علمي حادث وعاء دماغ. هلا الدكتور رح يفصلنا اياه يا ترى شو هو الفرق وشو هو الاعراض، كيف بيجي، العوامل المؤهبه المسببه، والعلاج كيف بيكون، والعديد من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور احمد حاج ابراهيم. بالبدايه دكتور، كتعريف لهالحاله او التشخيص. تمام. هلا هو الحادث الوعائي الدماغي هو بيشمل نوعين، يشمل الاحتشاء الدماغي ويشمل النزف الدماغي. نعم. نحن هلا اليوم موضوعنا هو موضوع النزف الدماغي. طبعا موضوع النزف الدماغي هو موضوع شائع طبعا. بالمعنى هو اسمه بحد ذاته هو بيفسر حالته، يعني تماماً. هو عبارة عن نزف دماغي، حدوث نزف ضمن النسيج الدماغي بأي شكل من الأشكال كان. طبعا نتيجة تمزق في أحد الأوعية أو الشرايين الأساسية المغذية للدماغ، فيصير عنا هون موضوع هون يصير عنا مشكلة ما نسميها بالنزف الدماغي، أي حدوث دم داخل الدماغ. نعم. طبعا الدم بعدين هلا راح نقول إيش الأنواع اللي بيصير نتيجة الدم اللي بيصير عنا داخل الدماغ. تمام. تعريف واضح وبسيط جدا. تمام. ويعني بظن انه المستمع اكيد عارفه. دكتور، يا ترى في له انواع مثل ما ذكرت؟ تمام. هلا نحن قلنا نزف دماغي هو حدوث نزيف داخل الدماغ. طبعا اكيد راح يكون في له انواع. من ضمن هالانواع ما راح نفصل كتير، نحن نفصل بالشيء الشائع والشيء اللي نحن عم نشوفه. طبعا نزف داخل الدماغ نحن نسميها نزف مستبطن. في عنا نزف ضمن البطينات. نعم. بطينات الجانبيه او البطين الرابع او البطين الثالث. في عنا نزف تحت عنكبوتي. نعم. هذا طبعا بين الاغشيه العنكبوتيه والدماغ. في عنا نزف فوق جافيه. في عنا نزف تحت جافيه. هدول اشياء الانواع اللي نحن عم نشوفها بالمجال السريريه، طبعا بالحياه السريريه. طبعا الفرق بيناتهم تقريبا الاعراض موحده، يعني في فروقات بسيطه بالاعراض. بفحص المريض بيوجهنا لنمط معين من الانماط. التشخيص طبعا نحن ما نشخص الحالة بالعين المجردة. نحن بنشوف المرض، بعدين بنوجه نحو الاستقصاء المناسب ليوجهنا 100% نحو النوع المرض المذكور. طبعا بهالحالة طبعا النزف طبعا كل نوع من هالانواع في له علاج معين، في له نمط علاجي معين. في منه النمط جراحي وفي منه النمط دوائي. لاحقا رح نطرق الحديث عنه. يعني دكتور، من الاسماء اللي ذكرتهم، عفوا الجافيه، وهدول طبقات اللي بتحمي الدماغ داخل جو في القحف. تمام. قحف داخل الدماغ. تماما. الحنون، الام الجافيه، الغشاء العنكبوتي. تماما. في احيانا دم بيصير بين هالاغشيه بيحدد لنا نمط النزف المذكور. يعني طب دكتور، المريض اللي عم يراجعكم، او سواء بيجوا حاله اسعافيه على المشفى او بيجوا لعندكم كمراجعه على العياده، كيف شو بيكون شكل الحاله؟ كيف توصف لنا المريض كيف بيكون مثلا؟ تمام. سؤال كتير حلو. طبعا هلا تشخيص الحاله بالعين المجرده ما في قولا واحدا، يعني نحن بنتوجه للمرض. يعني احيانا المريض يجي مثلا بعرض من الاعراض اللي هو اشيع الاعراض اللي هي ما نسميها ضعف شقي او خزل شقي او شلل شقي. يعني جانب واحد ضعف، خزل، شلل. هالمشكله احيانا يعني ما في شيء بالعين يوجه لنا انه هذا نزفي او مو نزفي. فنحن مضطرين عند وجود اي عرض، راجعنا المريض للعياده بعرض ما،
احد الاعراض العصبيه اللي هلا رح نقولها. أكيد الاعراض عباره عن راجعنا المريض بقصه صداع، راجعنا المريض بقصه ضعف شقي، راجعنا المريض باضطراب في الرؤيه، راجعنا المريض بصعوبه في البلع، نعم. راجعنا المريض باضطراب في التوازن. نعم. هاي الاعراض الشائعه اللي راجعنا المريض في المشفى. طبعا قلما يراجعنا المريض نزفي او مريض بالعياده، اشياء شيء هو شيء اسعافي يعني. بنشوف الحالات بالمشفى. فبهالحاله نحن لما نشوف المريض بهالحاله نتوجه فورا نحو الطبقي المحوري لتشخيص الحاله. الطبقي المحوري فورا بيوجه لنا المرض اذا كان نزفي او لا. انما الطبقي ما بيظهر لي الاحتشاء تماما. يعني الطبقي لما نحن نصور طبقي نحن بنشوف طبعا احيانا المرافق المريض دكتور هي جلطه ولا نزف، ببين شو بين عندك. صح. فنحن هالحاله نحن يعني انا بالعاده عم بوضح للمريض انه الاحتشاء ما يبين الا بعد 72 ساعه، 48 ل 72 ساعه من اعاده الصوره. انما النزف فورا خلال اول ثانيتين بيوضح لي موضوع النزف. فنحن بهالحاله نتوجه للطبقي. طبعا سؤالك مهم. هلا في عندنا اعراض صاخبه يعني مريض النزف يجينا باعراض مثل احيانا مثلا تغيم وعي. أيوة. بيجي احيانا بنوبه اختلاج، حاله صرعيه مثلا. بيجي احيانا باعراض صاخبه. يعني الاعراض الصاخبه 60-70% بيوجهنا نحو النزف، انما مو احتمال يكون المريض جاي بهالاعراض ونصور طبقي يطلع مريض احتشائي كمان. حلو كتير. دكتور هلا بيصطف مرات انه المريض نفسه بيكون معه احتشاء ونزف. تمام. هذا كمان سؤال كتير مهم. في عندنا شيء اسمه احتشاء نازف. في عندنا مريض منطقه محتشيه، مريضك قديم منطقة محتشية، احتمال يتعرض هالمريض لاحتشاء نازف، يعني يصير ضمن منطقة الاحتشاء. معنى الاحتشاء بيكون يعني هو عبارة عن تخرب في النسيج الدماغي، يعني صح. منطقة معينة من الدماغ تخرب الخلية الدماغية فيها، ضمن هالمنطقة صاير في نزف. فنحن عم نشوف حالات كثيرة يعني. طبعا مريض طبعا المشفى. طبعا ذكرنا في احد المحاضرات القديمه انه موضوع التمييع خلي يديروا بالهم مثلا. احيانا المريض يكون محتشي فيفوتوا المريض باحتشاء نازف عن طريق التمييع اللي نحن عم نعطيه. طبعا هلا بالدراسات المذكوره بالكونتينيوم اعطاء التمييع الوريدي طبعا هلا مو مذكور ابدا. اعطاء مريض واعي اعطاء مضاد التصاق صفيحات اللي هو الاسبرين. أيوة. او الكلوبيدوغريل يعني حبه، حتى ما في داعي لا للهيبارين ولا للكليسان. بس ما بعرف شو يعني هاي احدث دراسه يعني احنا عم نقولها يعني. فمشان هيك مشان ما نعرض المريض للاحتشاء النازف. طبعا مرض شائع كمان ونشوف حالات كثيره من هالموضوع يعني. صح. دكتور لو بدنا نحكي عن موضوع الأسباب، العوامل المسببة شو هن؟ تمام. هلا العوامل المسببة كثيرة يعني، فنحن راح نختصر بالشيء اللي نحن عم نشوفه. تماما. الأشياء على أسباب النزوفات الدماغية هو عبارة عن الردود، حوادث السير. 50% من الرجال تحت 50 سنة يتعرضون للنزف بسبب حادث سير. طبعا وصار عندنا هالشيء شائع، انت عم تشوف الواقع يعني يوميا. أكيد. عم نشوف حوادث كثيرة يعني. يوميا صرنا عم نشوف حادث وحادثين وثلاثة وحتى لل10 حوادث باليوم. ف5% منهم يتعرض لهالنزوفات الدماغية نتيجة الرض يعني. نتيجة الرض يصير عندنا نزف رضي. هلا النزف العفوي هو ارتفاع توتر شرياني، الضغط العالي سبب شائع جدا لحدوث النزف الدماغي. طبعا راح افسر شوي عن هالموضوع، لانه المرضى تبعنا احيانا عم يجونا على العياده دكتور والله ضغطي الطبيعي 20، انا هيك متاقلم يعني ضغطي الطبيعي والله 18. ما في شيء اسمه ضغط طبيعي. صح. لا 20 ولا 18 ضغط. نعم. الطبيعي هلا بالدراسه الحديثه بالدراسه الامريكيه اتوقع كاتبين انه حتى 14. نعم. الضغط رقم 14 يعتبر مريض ضغط. ايه. فنحن ما في عنا شيء اسمه شيء طبيعي ضغط 20 ضغط 22 ضغط 18. لازم الضغط الطبيعي للإنسان يكون 12 13 على 9 على 8 9. تماما. هذا أشياء شيء طبعا. نحن عم نلاقي بالعيادة يعني كم هائل من المرضى أثناء الفحص العصبي للمريض. الفحص الطبيعي يعني مريض يشكي من مشكلة ثانية. نعم. بحكم العادة عم تقيس ضغطه ويطلع ضغطه تقريبا 20. فأنت بدك تقول لازم يعني نحن عم نركز على موضوع الضغط أهم من المشكلة اللي إجانا فيها. صح. بس هو عم يتغاضى موضوع الضغط. لاحقا هذا المريض راح يتعرض لمشاكل. ومن أشياء المشاكل هو النزف الدماغي. وارد جدا.
طبعا في الأمراض الدموية مثلا بتسبب لنا مشاكل، نزوفات دماغية. داء النشواني، في داء نشواني شائع طبعا بتسبب لنا النزوفات الدماغية بشكل كبير. في شذوذات الأوعية الدموية، من ضمن أمهات الدم. نعم. أمهات الدم الموجودة في الدماغ طبعا هاي يكتشف مع الأسف بحكم الصدفة يعني. صح. وما يكتشف إلا بحدوث النزف. نحن عم نصور المريض عنده نزف تحت عنكبوتي، نبعته صح. على الصورة يطلع لنا تشوه دم ويتعالج طبعا. هلا الفكرة انه شلون بدنا نعالج هالمشكلة. هلا المفروض مثلا كل شخص يعمل له فحص تقييم مخبري، تقييم عصبي. مو غلط يعني هذا بالسنة مرة ولا اقل شيء يعني. هلا مثلا التقييم العصبي اقل شيء مثلا كل 5 سنين صورة مثلا. التقييم المخبري كل 6 شهور لسنة صح. مرة. بالإضافة للأمراض الكبد كمان بتسبب لنا اضطرابات الكبد، بتسبب لنا اضطرابات في العوامل الدموية طبعا، بتسبب لنا نزوفات بالدم. بالإضافة في عنا نزف المميعات، يعني في عنا مرضى الذين يتعاطون مثلا، مرضى اللي يعملون عمليات القلب يعني. نعم. يتعاملوا مع مميعات بكسرة. نعم. فهدول كمان معرضين بشكل شديد لحدوث النزوفات الدماغية. طبعا هاي بشكل مختصر عن اشياء الاسباب اللي بتسبب لنا هالمشكله. تماما. دكتور، لا اكيد قبل شوي تحت الهواء كنا عم نحكي قبل ما نفوت انه احدى مرضاكم كانوا يعني محض الصدفه انه راجعوكم بقصه معينه وطلع في شيء ثاني يعني. تمام. فيا ريت هيك نحكي شوي هيك على الهامش يعني الموضوع. هلا يعني احد المرضى راجعني بقصه صداع. طبعا الصداع منذ حوالي سنه. الاهل يتهمون المشاكل النفسيه انه هاي مشكله نفسيه وشغل يعني. راجعوا شيوخ مثل ما يقولوا يعني. انا اصريت على موضوع الطبقي يعني، لاني شفت مريضه ما عندها هيك اعراض وصفيه، انما عندها شويه نساوه مع هيك لقوه خفيفه مع صداع يعني. طبعا العلامات الحيوية كان مستقرة، الضغط كان مستقر، السكري كان طبيعي. المهم أصرت على موضوع الطبقي، فراح أتصور الطبقي ورجعت وإذا أنه عندي مشكلة دماغية فظيعة، إلا وهي ورم دماغي يعني للأسف منتشر في مراحل متقدمة. المهم يعني الفكرة أنه عرض بسيط بيوجهنا لمرض خطير. فنحن لازم ما نهمل الأعراض البسيطة ابدا ايا كانت الشكايه يعني. احيانا مرضى في هالفتره طبعا الصداع الذي لا يستجيب على المسكنات مثلا بيوجهنا لمرض معين. مثلا مريض يعاني من صداع كل يوم مسكن، اكيد في عنده مشكله. فانت لازم تعالج المشكله، مو تعطي المسكن، مو تاخذ المسكن راح يسكنك ساعات صح. بعدين يرجع لك الوجع مع القصة وتفاقم يعني. مثلا عندنا مثلا مشاكل الجيوب الأنفية يعني صار هلا شائع كثير. أغلب المرضى عم يعانوا من مشكلة صداع نتيجة الجيوب. إذا عالجت الجيوب أمورك منحلة يعني، ما في داعي لهالمشكلة. فمثل ما قلنا يعني هدول تمام. هذا هيك قصة بسيطة يعني عن الموضوع. دكتور، أنا ليش يعني حبيت ننوه لأنه ضمن حديثكم حكينا ونحن عبر منبر بوير أنه حابب دائما نوعي مستمعينا أنه الإجراءات اللي بيطلبها الدكتور أكيد في له دواعي، في له سبب يعني. والإجراءات اللي الدكتور أو الطبيب المشرف يعني بيشوف أنه ما أنا بحاجة، فأكيد لازم نتقيد بتعليمات الطبيب عبر منبر بوير. ودائما بنوعي مستمعينا أنه أي إجراء بيطلبه الدكتور في توجهه، في له يعني بمخيلته شيء، في يعني أمور هو متوجه لها حابب يستقصيها يعني صح. فدائما نحن نتمنى من أي مريض حدا لا يهمل حاله، وحتى إذا كانت ولو الأصحاء حتى الأصحاء شوي ذكر الدكتور أنه يراجعوا أي طبيب بأي مجال، سواء كان السنية أو العصبية أو أي شيء، ولو بالسنة مرة أو 5 سنين. يعني هذا هيك شوية يعني نصائح للمستمعين لحتى يستفيدوا من ضيوفنا الأطباء ومعلوماتهم وتوجيهاتهم، وكل شيء بيطلبوا للمريض يا ريت تعملوه. دكتور، هلا الإجراءات التشخيصية من شوي حكينا عن موضوع الطبقي والرنين. هلا النزف الدماغ سواء كان هو والاحتشاء، في اجراءات ثانيه مثلا تحاليل مخبريه بتوجهكم مثلا تمام. هلا نحن لما نشوف هلا هون نحن لما اشوف مريض نزف دماغي هو تشخص عندي المرض، بس انا لازم اعرف سبب المشكله يعني. تمام. انا عم بدور على موضوع السبب وليس على موضوع العلاج اسهل ما يكون. تمام. هلا مريض عندي نزف دماغي مثلا بدي ادور عنه هل ترى في عنده ضغط ولا لا. مثلا مريض ضغطه بالعشرينات خلاص هو اللي وجهني تقريبا 90%. فما في عندي ما اطلب له اي استقصاء ثاني حتى يعني ما في عندي شيء انه بعد 2-3 مثلا اعيد له الصوره لاعرف حجم النزف الا اذا ساء حاله المريض.
اكيد. يعني نحن ما راح نعرض، انا هو مراقبه النزف كل بعد 21 يوم او بعد شهر ونص مثلا نعيد الصوره لنعرف انه هذا النزف مرتشف ولا لا. نعم. بس خلال يوم يومين وثلاثه النزف اكيد ما راح يرتشف. نضطر لاعاده الصوره الطبقي لمعرفه طبعا بعد 21 يوم أكيد. او بعد شد معرفه انه الدم ارتشف ولا لا. الا في حالات الردود مثلا، في حالات الردود الجراح مثلا المريض قد يكون بحاجه لعمل جراحي. نعم. فبالحاله الجراح يعيد الصوره بعد 24 ساعه، كمان احتمال يعيد صوره ثانيه بعد 24 ساعه لتقييم النزف مثلا اذا في داعي للعمل الجراحي او لا، خاصه النزوف الرضيه. نعم. النزوف الرضيه اكثر شيء الجراح بحاجه لاعاده الصوره مرات عديده. هلا الرنين ما في عندي شيء اي داعي لاجراءه لمثل هالمرضى، لانه مرض تشخص. يعني الرنين هو عباره عن استقصاء، يعني واحد تشخيص المرض. نعم. نحن لما ما دام شخصنا المرض ما في داعي ابدا له. انا بهالحاله عم ببحث عن سبب دموي مثلا، ممكن في عنده مشاكل دمويه، هل ترى سبب مثل هالحاله نقص صفيحات، اضطراب صفيحات، فقر الدم، في عنده مشاكل. طبعا كل مريض يعني متابعه دمويه في حال في عنده مشكله. الوراثه مثلا احيانا في له دور مهم يعني. انا بهالحاله بتطور لرنين لسبب واحد انا ذكرته، انه اذا كان في نزف تحت عنكبوتي لمعرفه انه في دم أيوة. وين ولا لا. نزف تحت العنكبوتي بيوجهني لاجراء الرنين، لانه الرنين الطبقي ما يبين اذا في عندي دم، مثل هي عباره عن كيس دم زائد بالدماغ. هل الدم صار في لظرف ما انفجر مثلا، صار هالدم بالراس سببت لي هل نحن نسميه نزف تحت العنكبوتي تماما. ياخذ حيز على حساب الدماغ يعني. تمام. فبيوزع الدم لكامل الدماغ، نقط موزعه لكامل الدماغ. فالحاله انا بتوجه للرنين لمعرفه انه دم وين باي منطقه لاجراء الاستقصاء المناسب. التحاليل العامة مثل ما قلنا مثلا تقييم مخبري يعني لأي مريض بده، يعني من سكر، من شحوم، من كوليسترول، تقييم مخبري لا بد منه يعني. مثلا مريض عنده سوابق قلبيه، استشاره ممكن. قلبيه مثلا يعني هلا في هالحاله اذا مريض عنده نزف فنحن بنوقف التمييع قولا واحدا. ف يعني بمساعده اخصائي القلبيه ممكن نتفق على فتره معينه لاعاده التمييع يعني. تماما. دكتور، مثل هلا بدنا نتطرق لموضوع العلاج. حكيتوا انه مثلا علاج كاطباء امراض عصبيه بتتطرقوا لموضوع العلاج الدوائي وموضوع الارتشاف. أما إذا كانت كمية معينة من النزف إيمت بيلجأ الطبيب للعمل الجراحي؟ تمام. هذا العمل الجراحي في بالدول الأوروبية أحيانا بيتطور. مثلا إذا كان نزف من البطينات أحيانا الطبيب الجراح بيقوم بثقب منطقة معينة لاكتشاف النزف، وفي حالات استجابوا وتحسنوا. طبعا هون عندنا ما في عندنا هالاستقصاء صراحة. نحن بنلجأ طبعا الجراحة الشائعة اللي عندنا هو الجراحة الرضية. مريض تعرض لحادث سير أو مريض صار عنده نزف فوق جافية، عند الختايرة شاء أي رد خفيف ممكن يتعرض المريض لنزف فوق جافية. فبهالحالة يلجأ الجراح لإجراء عمل جراحي. طبعا هاي هو عملية، طبعا الجراح عند الجراح يعتبر شيء بسيط، هو ثقب خفيف يكتشف هالنزف، يريح الدماغ، بيرجع الأعراض. أحيانا طبعا يكتشف بحكم الصدفة يعني، خاصة عند الخطايرة فوق 80 سنة. طبعا مريض تعرض لرد خفيف ما له أي اعتبار، راجع بعد ذلك بقصة صداع خفيف مع ضعف شقي خفيف أثناء إجراء التصوير الطبقي، فبين عنا وجود نزف فوق جافية. طبعا وبالعمل الجراحي المريض يرجع يعني كما كان. هلا بالنزف العفوي، نزف المستبطن، مريض مراقبة مشفى 48-72 ساعة فقط. مع ضبط الضغط أول 24 ساعة. طبعا لازم ضبط الضغط أقل من 14. خاصة مرضى النزف. هلا مرضى الاحتشاء، مرضى الاحتشاء مذكور إنه الحفاظ على الضغط المرتفع بين 16 ل 18 على مدى 48 ساعة. أنت ما تنزل الضغط بشكل سريع، تماما تدريج، لأنه نزول الضغط عند مرضى الاحتشاء بيعرض المريض لنزف. فأنت لازم لما تنزل الضغط بشكل سريع عن مرضى الاحتشاء يحولنا المريض الاحتشاء لمريض احتشاء نازف. قاعدة مهمة هاي. تمام. هاي خلال 48 ل 72 ساعة بالتدريج نزول الضغط. أما مريض النزف خلال 24 ساعة يجب خفض الضغط تحت ال 14. طبعا عن طريق بطرق معينة، طريق إعطاء خافضات الفموية أو اللصاقات أو ما نسميها المضخات أو ما شابه.
هذا بالنسبة للعلاج العفوي. مثل ما قلنا العلاج الردي قلنا علاج جراحي. هلا فوق جافية تحت جافية كمان هذا حسب الجراح العصبية بيراقب الوضع حالة المريض، الوضع في شيء بيتداخلوا جراحيا ويتحسن المريض يعني أكيد حسب تقييمه. حسب تقييم وكل حالة الجراح. بتفرق، كل حالة تفرق عن الحالة. إلا قاعدة معينة. تمام. دكتور نحن دائما بنهاية لقائنا بنختم لقائنا بمجموعة من توصيات الطبيب الموجود أو عبر منبر بوير، توصيات للأصحاء تمام. وللمرضى. هلا أول سبب طبعا قلنا الحفاظ على ضغط المريض. يعني نحن بهالحالة لما مريض يجيني مثلا ضغطه عالي يجب ضبط الضغط، وإذا كان أيا كان المشكلة. طبعا من ضمن هالمشكلة بدنا 3 شغلات اللي هي الابتعاد عن الكحولية. الكحولية عامل مهم لمرضى مسبب للنزف الدماغي. التدخين عامل مهم لمرضى النزف الدماغي. الدهن الزائد أو مثل ما يقول البدانة المفرطة. نعم. هدول الشغلات يجب الالتزام بها لتجنب حدوث نزف دماغي. طبعا بيحب هدول الشغلات ال3: تدخين، الكحولية، البدانة. فيجب الابتعاد عن هدول، بالإضافة إلى ضبط الضغط. مريض السكري يجب أبدا ضبط السكري. طبعا كمان مثل ما قلنا أنه مريض ضغط يجينا يقول ضغطي 20، في مرضى يجينا الضغط الطبيعي سكري طبيعي 300. انا متعود هيك يعني. فهذا كمان طبعا شيء غلط يعني خاطئه يعني السكري من 80 لل 120 105. حتى يمكن انا سمعت انه باخر دراسه 125 كمان يعامل معامله مريض السكري تماما يعني. فيجب ضبط الضغط، ضبط السكري، ابتعاد عن الكحولية، عن السمنة المفرطة. طبعا الرياضة عامل مهم لتجنب هالمشكلة. يجب أي شخص عادي الالتزام بالرياضة، طبعا بالمشي يوميا ساعة. طبعا هذا نحن ما عم يصح لنا هالمشي نحن للأسف عم نقول للمرضى عم نفتقر يعني. نحن بالنسبة لنا ما عندنا هالمشكلة يعني للأسف يعني. بس نحن إذا واحد له مجال مثلا الرياضة عامل كتير مهم يعني. خاصة المشي مثلا أو اللياقة مثلا، هدول شغلات كتير مهمة يعني. الالتزام بالنظام الغذائي اليومي مثلا. نحن هون عنا صار عنا النظام بالعكس. وجبة الفطور صار عشاء، وجبة الغداء ما صار. هذا المأكولات الجاهزة دكتور. هاي الجاهزة هذا جانب، هذا الشيء بحد ذاته يعني. فدائما انا عم بقول يعني العشاء عشاء خفيف جدا، لانه انت لما تتعشى فبعده راح تنام فتسبب لي مشاكل، حتى مشاكل معويه ومشاكل كولونيه، وممكن يؤهب للمشكله الدماغيه من ضمن الاحتشاء او النزف طبعا. فدائما اذا ما في عشاء بيكون احسن يعني. في مثل بالعربي يقول فطور فطور ملك وتغدى غدا وزي وتعشى عشاء فقير. فنحن عندنا بالعكس صار. طبعا هدول اهم الشغلات المهم طبعا، لان على كل شخص حتى إذا كان ما يشكي من شيء طبعا يجب مراجعة عن تقييم مخبري مثلا بالسنة مرة. أجرى مثلا إذا مريض يشكي من صداع لا يهمل الصداع، لأنه الصداع أبدا صار يعني أي الصداع بحد ذاته صار عندنا مشكلة. فيجب معرفة سبب الصداع. في أسباب كتيرة للصداع، بس الواحد يطمن على حاله بإجراء أقل شيء صورة طبقي لنفي شيء خطير. يضل بقى الشغلات البسيطة إلى معالجة لاحقا يعني. أي عرض عصبي مثلا اضطراب بالرؤية، تشوش بالرؤية، مراجعة الطبيب العصبية فورا. ثقل باللسان، ضعف بالطرف معين، صعوبة بالبلع، تغيير بالصوت أحيانا سبب لنا مش في يكون مشكلة دماغية. فالفكرة انه يعني تخليط ذهني ممكن يكون، تخليط ذهني واحد كمان يعني. هدول كلهم مراجعة اي مشفى قريب او اي طبيب عصبي. بنهاية اللقاء بشكركم على الحضور الجميل والمعلومات القيمة دكتور أحمد. أهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم. برنامج صحتك بالدنيا، كنت أنا معكم عماد خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور أحمد حاج إبراهيم، اختصاصي أمراض عصبية. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.